أول شي راح أحمس مكعبات البصل مع الثوم والزنجبيل بشوية زيت، وتالي راح أضيف لهم قطع اللحم المغسولة وأبدأ أقلبهم لين يتغير اللحم لونه وتطلع زفرته. والحين راح أبدأ أضيف لهم البهارات اللي هو اللوم الأسود الناعم والكركم وبهار المكبوس وبهارات مشكلة، وأقعد أقلب عدل لين يتجانس المكونات كلها عدل مع بعض. وتالي ضفت لهم ليمونتين، والحين ضفت لهم الماء وخليه على النار لين يستوي اللحم عدل. وعلى ما يستوي اللحم راح أبدأ أجهز الحشو. هني أنا سلقت نخي وراح أبدأ أحمس البصل. عندي مكعبات البصل راح أحمسها بشوية ماي لين يتغير لونه. كل ما يذبل البصل أرش عليه شوية ماي لين يتغير لونه ويعطيني اللون المكرمل البني هذا. وتالي راح أبدأ أضيف له النخي اللي أنا سلقت له. راح أبدأ أقلب النخي المسلوق مع البصل عدل، وتالي راح أضيف له الكشمش وأبدأ أقلب المكونات كلها مع بعض. طبعا للحين أنا ما ضفت الزيت. والحين أنا ضفت له شوية زرشك مغسول ومنقول وراح أبدأ أقلبهم عدل. وتالي راح أضيف لهم شوية زيت وبهارات الحشو وفلفل أسود وشوية دارسين وهيل. أبدأ أقلب المكونات وهذا حشونا صار جاهز. هني رفعت شوية من قطع اللحم برا، حطيتهم في صينية ودخلتهم الفرن وخليت شوية لحم داخل. ضفت له العيش وسلقت العيش وخليته لين يتشبس مع ماي اللحم. وباقي قطع اللحم حمرتهم بالفرن وضفتهم فوق العيش وخليتهم يتسكرون عدل. وهذا طبقنا صار جاهز بعد ما نشبناه مع الحشو. علينا وعليكم بألف عافية.